عملته ده؟ تسيبنا وتقوم وتمشي وابوك على فراش الموت؟ ده كلام ده؟ هو زين اللي عمله ده هيحط راسنا في الطين؟ ألف سلام عليك يا أبوي. أول ما عرفنا جينا جري والله. بعد الشر عليك يا أبوي. ألف سلام عليك يا أبوي. الله يسلمكم يا أولاد. أنا جبتكم النهاردة عشان حاجة لازم أقولها لكم. أنا عليا ديون. دون إيه يا أبوي؟ أنا جبت قرض من البنك بقالي 20 سنة ما سددتش منه ولا حاجة. عايزكم يا أولادي تسددولي عشان شكلي هقابل وجه رب كريم. ديون وفلوس؟ الفلوس دي احنا ما شفناش راحت فين ولا جت منين ولا شفنا منها حاجة. طب ما قلتش ليه يا أبوي كده من الأول؟ لما يجي ميعاد السداد كنا سددنا. أنا مرضتش أقول لكم على البلوة دي عشان شايف كل واحد عمال يجري على أكل عيشه. صح يا ابوي، كل واحد هيجري على أكل عيشه، وأنا كمان هقوم أجري على أكل عيشي. ولا يهمك يا أبوي، إن شاء الله هتتدبر وهنسدد كل اللي عليك، وده حقك ولازم نديك حقك وزيادة كمان يا أبوي. اطمن، أهم حاجة تقوم لنا بالسلامة. ربنا يديك الصحة والعافية يا أبوي. ايه اللي عملته ده؟ تسيبنا وتقوم وتمشي وابوك على فراش الموت؟ ده كلام ده؟ هو زين اللي عمله ده هيحط راسنا في الطين؟ وإن كان هو عمل بلوى زي ما هتقول أنت كده وحط راسنا في الطين، فهو عملها عشانك وعشاني، يبقى ما يتعاملش كده. عشانك ولا عشاني، أنا ماليش دعوة بالموضوع ده. كيف يعني مالكش دعوة؟ زي ما هو أبوك هو أبوي، ونتقاسم احنا الاتنين وندفع القرض اللي على أبونا بدل الدرس والهتك اللي احنا فيها دي. لا يا حنين، ادفع انت، انا ماليش دعوة بالموضوع ده. سلام. أنا مش عارف أعمل إيه في المصيبة والبلوى دي اللي حطت على راسي. لا أخوي واقف جنبي ولا حد هيقف جنبي، ولو سيبنا كده البنك والقرض هيتخرب بيوتنا. دبرني يا رب، أنا ما معيش غير المحل اللي بسترزق منه وباكل منه عيش أنا وعيالي. ما باليد حيلة، هبيعه لأبوي، أبوي يستاهل، ما فيش حاجة قليلة عليه. السلام عليكم يا أبوي. وعليكم السلام. وإيه الحمد لله يا أبوي، جبت لك ورقة الخلاص والسداد من البنك، الله ينعله. الحمد لله يا أبوي. الحمد لله والشكر ليك يا رب. بارك الله فيك يا ولدي، أكيد عملت ده كله لوحدك صح؟ لا يا أبوي، محمد ساعد معاه ودفع نصيبه كمان وبزيادة، وتصرفنا احنا مع بعض. احنا ولادك ومن صلبك يا أبوي. أوصيك وصايا يا ولدي، تحط حلقة في ودنك. لو هتشحت وهتموت من الجوع وهتمد يدك للبنك. حاضر يا أبوي، لو هموت من الجوع وهمد إيدي واشحت ما همدش إيدي للبنك أبدا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.